ما زالت لقاءاتنا تتواصل بزملاء وجيران وأصدقاء وأشقاء الشاب أحمد عسيري بهذه المناسبة، مناسبة الزفاف في 5 أيام شوال هذا العام 1421. نستضيف الأخ بشير عبد الله إبراهيم أحد جيران أحمد. ماذا تقول له بهذه المناسبة؟ أول شيء أهني أستاذ أحمد، أهني إخوانه وأقربائه وجيرانه وأصدقائه على هذه المناسبة. أهنيه وأعيد وأهنيه وأكرر وأهنيه وأقول الله يبارك له في عروسته، يبارك في عروس الحبيب، وإن شاء الله تحافظ عليها وتحافظ عليه وتسعدك وتسعدك إن شاء الله. أستاذ بشير، دائما الجيران لهم مواقف حلوة ومرة، أنتم كون الجيرة ماذا وجدتم في علاقتكم مع هؤلاء الناس؟ والله ما وجدنا إلا الخير من جيرتهم صراحة، والناس اللي صراحة يستاهلوا الخير وفيهم الخير ونقول فيهم الخير، والله يجزاهم بالخير ويكثر من أمثالهم، والله يجزاهم بالخير. إذا كلمة أخيرة توجهها لأحمد مرة أخرى. آخر كلمة أقولها لأحمد، أقول الله يجزاه بالخير في عروسته، وإن شاء الله يكون من الناجحين، وإن شاء الله تكون عروسته في الدنيا والآخرة، والله يجعلهم من أهل الجنة، والله يبارك لهما ويبارك فيهما ويبارك عليهما، ويجعل إن شاء الله عروسهما على خير، وأن يجمع بينهما على خير، وأن يفرق بينهما على خير. شكرا لك أستاذ بشير، شكرا لك. العهد لك.